وازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايب لك النهارده يا برو فيديو جديد وشرح جديد. جايب لك النهارده يا برو طريقه عمل ملف فرمطه من سكتش وير. تقدر تعمل برنامج فرمطه من سكتش وير باسهل طريقه يا برو. فكل اللي عليك يا برو ان انت تتابع الفيديو من البدايه للنهايه، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تعمل لايك وكومنت على كل فيديو انت بتشوفه وتستفاد منه. طب اول حاجه يا برو هتنزل نسخه سكتش وير ديت. وبالنسبه للتحميل بتاعها هسيبهولك في قناه التليجرام. طب اول حاجه كده يا برو نخش على سكتش وير. انت هتعمل يا برو النهارده ملف فرمطه، انت اللي هتعمله مش هتعدل. تمام. اول حاجه كده هنعمل مشروع عادي، وهتسمي بقى البرنامج بالاسم اللي انت عاوزه. عايز تسميه نسخه واتس، عايز تسميه اي حاجه، شوف انت عاوز ايه. يعني أنا مثلا هسميه واتساب، كأنه نسخه واتس. ولو عايز تحط له صوره بتدوس هنا. تمام. لو دوست هنا بعد كده اختيار من المعرض وتختار الصورة اللي انت عاوزها. لو انت تحط مثلا نسخة واتس فهتحط صورة واتس. انت كده انت فاهم. فانا هفوتها دلوقتي وابدأ انشأ المشروع. هيبدأ ينشأ معايا كده. اول حاجة ادوس هنا على الحدث، بعد كده اون كريت. تمام. بعد كده هتيجي هنا، بعد كده هتيجي هنا على الملف او فايل لو عندك بالانجليزي. تمام. وهتيجي تنزل تحت كده هتختار اللي انا هحطها لك دلوقتي. هتختار، ثانية واحدة ادور عليها. هتختار ديت ديليت فايل. ديت ديليت فايل. هتاخدها كده وتحطها هنا. تمام. وهتحط عليها، لحظة واحدة ادور على التانية. هتحط ديت اللي انا بشاور لك عليها ديت، هتحطها عليها. تمام. هتحطها عليها ازاي؟ اوريك دلوقتي. تحطها كده عليها مش تحتيها. تمام. عليها مش تحتيها. كده انت خلصت يا برو. بس كده بالبلوكتين دول بس كده انت عملت ملف فرمطة. طيب، إيه هقول لك على حاجة كده برضو تعملها عشان ما تتكشفش. ايه هو؟ انت لو ثبت البرنامج كده، البرنامج طبعا مش هيبقى ال يعني مش عارف اقول لك ايه، مساحته قليلة. فمساحته قليلة كده اي حد يشوف البرنامج مش هيصدق نسخة واتس مثلا مساحتها 1 جيجا مثلا، مش هينفع. او ميجا، لا مش هينفع. فلازم انت تعمل ايه بقى؟ فتحط لينر كده، هتنزل لينر، تحط لينر، تحط 200 لينر. اه تحط صور، تحط اغاني. اهبط، كل ما تهبط كل ما البرنامج مساحته تكبر، وكل ما تخدع الضحية. انت فاهم. فهتقعد تنزل في لينر بقى، تقعد تعمل اي حاجة. انت فاهم. اهبط، كل ما تهبط كل ما الدنيا تمشي معاك. تمام. وبس كده هتبدأ تثبت المشروع بقى. التركايه دي محدش بيقولك عليها. في ناس تقول لك كده وبعد كده خلاص تثبت المشروع، فطبعا البرنامج يبقى مساحته قليله. فانت كده خلاص الناس عرفت ان هو ملف فرمطه. فالمهم انت هتثبت البرنامج كده معايا. ما تنساش يا برو تعمل لايك وكومنت على الفيديو دوت، عشان الفيديو ده اتطلب مني كتير فانا حبيت انزله لك. طبعا ثبته بقى. طبعا انت بقى تظبط بقى الاسم اللي انت عاوزه زي ما وريتك، والصوره برضو اللي انت عاوزها. هنا هندوس فتح. نبدأ نفتح البرنامج معايا. هبص بيقول لي سماح او رفض. لو انا اديت سماح كده انا اتفرمطت خلاص. كده انا اتفرمطت. فانا هعمل رفض طبعا، وابدا اطلع من البرنامج كده خلاص عادي مفيش ادنى مشكله. تمام. وكده يا برو ده كان شرح النهارده يا برو. اتمنى يكون الفيديو عجبك. متنساش يا برو تعمل لايك وكومنت على الفيديو ده، واشوفكم في فيديو جديد وشرح جديد يا اخواتي.